السلام عليكم خوتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيان. رجعنا فيديو جديد. هاد المره الانترو غنديرو في الزنقه ماشي في الدار. الفيديو اللي فات ما كانش فيه التفاعل بزاف، ولكن ماشي مشكل، بحال اللي بادين من مده وجديد. ما تنساوش معكم لايك كومونتير وبارطاجي الفيديو مع صحاب. كنتمنى ان القصه تعجبكم، نكملوا ان شاء الله القصه من ندخل للدار. عدنا من جديد. القصه ديال اليوم غنهضروا فيها على المافيا المغربيه. المافيا المغربيه ما كايناش عندنا هنا وسط المغرب، يعني عندنا عصابات ولكن كتلقى غير جناوه سيوفه، كميه قليله ديال المخدرات، يعني ما كاينش عندنا السلاح. كانوا كيوقعوا حوادث ديال السرقات ديال البنوك، راه هضرت عليهم نيت في القناه ديالي، ولكن تيكونوا الناس جايين من المهجر ودغيا المخابرات المغربيه كطير بهم وكيغرقوا في الحبس. يعني هادشي ما عندناش والحمد لله. بالنسبه لاوروبا، المغاربه محتلين، نقدروا نهضروا على اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا ودول وحده اخرين. يعني المغاربه طالقين العروق ديالهم ودايرين بزاف ديال العلاقات ومكونين عصابات تما اللي كيديروا الجريمه المنظمه، بحال الصديق ديالنا هنا اللي في هولندا. والقصه اصلا غدور بين هولندا وبلجيكا، بين امستردام ومدينه انفيرس. الصديق ديالنا الاول اللي هو طرف القصه هو مغربي هولندي الجنسيه، يعني كابر تما، عنده عصابه او مافيا، يعني مافيا من المافيات اللي معروفين تما في هولندا. بالنسبه للخدمه ديالو رقم واحد هي التجار في المخدرات الصلبه، الكوكايين، الهيروين، زائد التجار في البشر اللي هي الدعاره بواحد الطريقه اللي منظمه، اختطاف، احتجاز، القتل تحت التهديد، تصفيه جسديه للمنافسين، وبزاف ديال الجرائم، يعني مرونه ديال بصح. الانتربول مراقباه، كتسنى ليه الضربه ملي كيجيب هاد السلعه هادي وملي كيدخلها باش تقدر انها تديه، ما غايجيوش يديوه على شي جرائم اللي خاويه وما كيلقاوش عليه حتى الدليل، يعني عارف شنو كيدير. حتى لواحد النهار غتكون عنده 200 كيلو ديال الكوكايين خصو يدخلها من الميناء ديال انفيرس في بلجيكا وتوصلوا حتى لهولندا. واخا ماشي شي طريق اللي طويله بزاف، ولكن السيد وصلاتو واحد الاخباريه انه البوليس او الانتربول كيتسناو غير الوقيته اللي ينوي يحرك ديك الشحنه وغادي يجيو ليه، يعني غيصدق ما هو بسلعه ما هو بالرجال ديالو، ويبداو يقربوا ليه شويه بشويه. هنا بدا كيفكر باش يقدر يوصل السلعه لهولندا ويخسر فلوس صحيحه، ما عندوش المشكل انها توصلوا بلا حتى شي مشكل وما تشدش ليه. بداو كيقلبوا تما على العصابات اللي طالقين العروق ديالهم في بلجيكا، عندهم شبكه ديال العلاقات. وانا باش كنهضروا على مافيا راه ما كنهضروش على صحاب لاكوست تي ان، راه كنهضروا على ناس اللي واصلين ديال بصح وعندهم علاقات وسط البرلمان وسط القضاء مع البوليس الى اخره، يعني ناس كيسيروا المنظمات ديالهم فلوس صحيحه، الملاير كتخسر. فعلا بدا كيقلب وسط دوك العصابات، كل مره كيتلاقى مع واحد تيقول ليه اشنو عندي اشنو عندي، شحال ديال الفلوس وشحال ديال الوقت باش توصلها ليا. الناس ملي كتعرف هاد البيع هاد الشحنه كامله وكتعرف هاد السيد وكتسول، كتعرف انها تتلوح راسها للغرق، يعني الا نوى يوصلها ليه يضحي به وغيمشي للحبس وغيصدق ما هو بسلعه. ودي العيب مع هاد السيد، يعني الا شتيشي في الحبس غادي تموت. فعلا ما لقاش لي وصل ليه السلعه، حتى قال لي واحد السيد صاحبه على عصابه الطورشي نينجا اللي كاينين في انفيرس البلجيكيه وحاكمينها تما ديال بصح. السرقه، التجار في السلاح، القتل، اي حاجه طيح لك على البال، الاختطاف، الاحتجاز، اي حاجه طيح لك على البال باسلين ديال بصح. وعندهم عصابه اللي مكلماها في ديك المدينه. فعلا تواصل مع 4 ديال الخوت، جاو حتى لعنده، شرح لهم الوضعيه، قال لهم نعطيكم اللي بغيتو غيوصلوا لي السلعه ديالي. قال لي غتعطينا 10 ايام غتعطينا 100,000 دولار. بضاعه ب7 المليار ديال السنتيم، 100,000 دولار ما غتبانش قدامها. قال لهم ماشي مشكل، نعطيكم حتى الزايد عليها، ولكن ما تفوتوش المده ديال 10 ايام. قالوا لي يكون هاني، وراهم السلعه فين كاينه، عطاهم الطريق اللي غادي يديروا باش يوصلوها ليه. قال لي خرج انت داك السوق حنا غادي نتكلفوا. فعلا تفارقوا وداو الفلوس ديالهم وبقات القضيه غادا بحال هكا. السيد كيتسنى، داز ديك 10 ايام ما وصل له والو، كيعيط لهم في التليفون حتى شي واحد ما كيجاوبو. هنا قال انا وقعت في واحد العمليه ديال النصب. السيد حتى هو عنده البلاصه ديالو وسط عالم الاجرام، يعني ما غاتجيش وديري السلعه ديالو وغدوز هكاك. وهذا الشيء الا وقع بين العصابات يعني انه القيمه ديالك كطيح، كلشي كيولي يضحك عليك وما تبقاش عندك قيمه، يعني داكشي اللي بنيتيه في سنوات غيجيو هما يضربوا لك في ليله وهما غادي يطلعوا للسما. ما غاديش يتسنى وقت كثير، غيجمع 4 ديال الناس من احسن القتاله ديالو، غيركبوا في طوموبيل بترقيم مزور وغادي يهبطوا لانفيرس. كما قلت لكم مسافه بين بلجيكا وهولندا راه ماشي شي مسافه اللي كبيره. غادي يهبطوا لتما، غيسمروا على واحد من العائله ديالهم، غادي يخطفوه يلوحوه في الكوفر وغيرجعوه معاهم حتى لهولندا. هنايا بزاف منهم جاوبوه،
قال لهم عندكم مده ديال سيمانه غتوصلني السلعه ديالي اللي مقدره ب 200 كيلو ديال الكوكايين، وغتعطوني فوق منها الزايد على التاخير اللي درتو، وغطلبوا السماحه وشوفوا واش نسمح لكم ولا لا. قال لي حنا السلعه عطيناها لصاحبك اللي من سورينامي، وجا المبعوث ديالو وداها. كيسول صاحبو كينفي هادشي كامل، يعني هو اللي جا الوسط، ما قدرش يكذب الصديق ديالو اللي عنده معاه علاقه كبيره ومده طويله هو كيتعامل معاه، وما يقدرش يثيق بدوك الناس بحكم انهم معروفين بالسجل الاجرامي ديالهم وبالسوابق اللي عندهم مع عصابات منافسه. فعلا داك السيد قال لهم عندكم سيمانه توصلني السلعه ديالي، او هاد السيد هذا اللي كيجيكم غنصيفطوا لكم في ميكات كل مره غيوصل لكم طرف. هنا هما ما تقبلوش هاد التهديد هذا، وهنا بدات الحرب الطاحنه بيناتهم. هما كيقتلوا واحد من هنا، الهولنديين كيقتلوا واحد من ليه، ماتوا فيها 9 ديال الناس. وبقات الحرب غاده، البوليس ما قدرش يتدخل، غير كيتفرج بحكم انها حرب طاحنه. نعط الروينه في امستردام والروينه في انفيرس، كل مره كما كنقولوا هنا في المغرب شي مدرم على شي، خصوصا انه العصابه ديال الطورشي نينجا داخلين عليها ديال بصح وما كيرجعوش للور، وعندهم علاقات كبيره مع مجرمين اللي كبار. وكذلك السيد اللي في هولندا كيخسر فلوس صحيحه، يعني يقدر اي واحد يردو للصف ديالو. ماتوا فيها 4 ديال المغاربه اللي ما كيتجاوزش العمر ديالهم 30 عام. بقات الامور غاده بحال هكا. واحد من داك العصابه اللي قدر انه يهرب للمغرب، بقات المخابرات المغربيه بشراكه مع الانتربول متبعينه كيحاولوا يلقاو شي دليل هذيك السلعه فين مشات، ولكن ما بان حتى شي اثار. دا شويه ديال الوقت كيتشد، بداو معاه التحقيقات، ما بغى يقرب والو، تعطاتو 20 عام ديال الحبس. السؤال اللي باقي كيدور اليومنا هذا وخدات سنوات، ديك ال 200 كيلو فين مشات اللي كتقدر ب 7 المليار ديال السنتيم، وهذا الشيء سلعه بيور، يعني مازال ما تقاداش ما والو. تقدر تعطي تريبل ديال 7 المليار او ضربها في 4 او في 5، العلم لله، ما عنديش شي خبره في المجال ديال الكوكايين. داك السيد اللي من هولندا غبر ليه الاثار حتى يبرد الطرح. عصابه ديال الطورشي نينجا حتى هما غبر ليهم الاثار ما بقاوش بانوا، وبقات الحرب بيناتهم، مره كيموت واحد من هنا واحد من هنا، ما قدروش البوليس انهم يوصلوا ليهم، ومازال مخلينهم اليومنا هذا ما بقاش بان حتى شي اخبار على ديك الحموله فين مشات. واش بصح خدا هذاك السيد السورينامي وتصرف عليها وشرا الصداع بين دوك الجوج؟ ما كنظنش انه عصابه غطلب منك واحد الثمن وغتشفر لك السلعه ديالك باش تشري معاك العيب، خصوصا انها كانت تقدر دير البلاصه ديالها وتولي توصل السلعه للناس اخرين. داك السيد كيبان لي انه تسرع، كيبقى العلم لله. الله يرحم دوك الدراري اللي ماتوا اللي هما مغاربه من البلاد ديالنا نيت. وكنتمنى ان القصه تنال الاعجاب ديالكم، وخليو لي في كومونتير لتحت شنو في نظرك، واش بصح الطورشي نينجا داو دوك السلعه، ولا داك السيد السورينامي اللي داها، او داك السيد الهولندي تكون وصلاتو السلعه ديالو وبغى يغمق عليهم وما يعطيهمش الباي ديالهم بالزايد. هادشي كله كيبقى غير اسئله مطروحه. كنتمنى ان القصه تعجبكم، خلي معاك شي لايك وشي كومونتير، بارطاجي الفيديو مع صحابك. الا كنتي ما ابونيش معايا تابونا لتحت، ومرحبا بكم والف مرحبا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.